السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الأخوات متتبعي قناة هشام معتصم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي بغينا نتناقشوا فيه على هذا المشكل اللي واقع في كازا، وواقع في بزاف ديال المدن ديال تحرير الملك العام. تحرير الملك العام، وبغيت تكتبوا لي في التعليقات الله يجزيكم بخير واش مع ولا ضد. أنا في نظري هو في الحقيقة كان انا مع تحرير الملك العام صراحه. كنلقاو مشكل نيت حنا اصحاب السيارات ولا الراجلين ولا كذا، كتم غادي كتلقى قهوه دايره التراس شاده التروطوار كامل، غادي على رجليك ما كتلقاش، اذا كتضطر انك تهبط للشانطي وكتلقى مشكل في تقدر تضربك طوموبيل، تقدر كذا، ولا كتعرقل غير السير بلا ما تضربك لا طوموبيل لا والو، انت كتعرقل السير. السيد كيتم جاي ب 40 في الساعه في السرعه ولا 30 ولا باش ما غادي، كتهبط ليه الشانطي، كيضطر انه يفراني كراطي يدير دوزيام كذا، عطلتيه. بزاف ديال المشاكل كيوقعوا حوادث، وبزاف ديال الناس اللي الله يهديهم الصراحه، وكيخسروا فلوس صحيحه. اقسم بالله الا كتخسر فلوس صحيحه في داك الطراس، راه ماشي الدق ديال مليون ولا جوج، راه الناس كتخسر فلوس صحيحه. غير هو كتكون عنده قهوه فيها واحد 20 متر ولا 50 متر ولا 30 متر كاريه لداخل، يلاه هزا لي واحد 5 ولا 6 ديال الطبالي، عنده طراس، عنده الشانطي قدامه بعيده عليه شويه، الشانطي عنده واحد 6 متر تقريبا ديال العرض في التروطوار. كيسرح لك نعم اسيدي، كيشد لك واحد 30 ل 40 متر في الطول على 6 متر عرض. شوف شحال هذيك ديال المتر كاري. ولكن السؤال اللي كنطرح هنايا هو هاد الناس المسؤولين دابا، شكون اللي عطى الرخصه لهذاك السيد، ولا شكون اللي خلاه، ولا شكون اللي صرح ليه انه يدير هذاك لاطيراس النهار الاول؟ راه الدق قلت لكم ماشي ديال انه غيخدموا في النهار ولا يخدموا في الليل يصبح هكاك، راه كيتخدم على اتساع، كتقاد الارضيه وكيدير الزليج. ممكن يحيد كاع داك الرصيف، داك التروطوار اللي كنعرفوه هنايا في المغرب كامل، دوك الزليج الكبير وكذا، وكيدير طراز زوين وكيصيف داكشي على حقه وطريقه. اذا هذاكشي كيطلب وقت، كيطلب 15 يوم ولا شهر وهو خدام في هذيك القهوه، وكيدير نعم اسيدي ديال دوك البلايك ديال القبص كيتسماو امسترونغ واقيلا ولا داك الشيء، كيتحطوا على الالومنيوم وكذا. المهم كتخسر فلوس وكتخسر وقت. اذا كاين المقدم، كاين كذا. الحمد لله المقدم راه ما كتخفى عليه حتى شي حاجه، كذب عليكم الكذاب. المقدم هو المخبر الاول، وكنفتخروا بالمقدم. الحمد لله راه كيقضي الغرض بالنسبه للناس وكذا. والمهم كاينين مقدمين، ولكن كيشوفوا هادشي، ولكن كيكون هذاك الشيء جاي، هذاك السيد ما خسرش هذاك العدد ديال الفلوس تا كان باني على شي حاجه. اذا شي حد اللي مصرح ليه عاطيه الرخصه، ولو تكون داك الشيء ماشي قانوني، المهم كيقول ليه سير قضي الغرض. اذا هذا السيد كيقضي الغرض واحد المده، كاين اللي 10 سنين، كاين اللي 15 عام، كاين اللي غير عام، كاين اللي يلاه بدا. ممكن يلاه بدا في هذا الشهر دار الطراس، خسر مليونات صحاح، خسر 2 الملايين ولا 5 المليون ولا 10 المليون ولا 50 مليون، كيخسروا قلت لكم فلوس صحيحه. فاذا بهم هاد اليامات كيتفاجئوا جايه الطراكس وجاي القايد وجاي اعوان السلطه وجاي واحد السلطه اخرى جديده ما عرفتش كتسمى ديال تحرير المخالفات، هما بوليس امن الوطني، وكيجيبوا كيكتبوا حتى المخالفات، كيجيبوا كيريبوا لهذاك السيد ما كيعطيو، كيقول لك اودي راه عطيناهم حنا بلاغات بالله باش يحيدوا هذاك الشيء، وما استجبوش لهذوك البلاغات، وكيريبوا هذاك الشيء. واش في نظركم هنا كما قلت لكم السؤال المطروح، شكون اللي عطى لهاد الناس التراخيص باش يصايبوا هذاك الشيء؟ ماشي الناس تخليهم حتى يضربوا تماره وحتى كيكونوا خدامين واحد الفتره معينه من الزمان، وكتجي اليوم وكتقول ليه بالك. انا اقسم بالله الا مع تحرير الملك العام، راه قلتها في الاول، مع تحرير الملك العام. اللي عنده ولد الناس شي حاجه ياخذها، بغيتي طراس ولا بغيتي كذا، سير شري في شي محل يكون فيه طراس، هو اصلا مصمم ولا مهيأ باش يكون فيه طراس، ماشي تجي تهرف على الطريق.
هنا انا كنتكلم تاني على مراكش كنعانيو من هذه المساله بالجهد نيت، بالجهد اقسم بالله. انا بغيت هذاك الشيء يتعمم، بغيت داكشي يتعمم. هنا في مراكش عندنا مشكل، والله الا اقسم بالله الا مشكل، ما كاينش شي مول قهوه ما سدش التروطوار، وملي كيكمل كلشي كيدير لك محابق فيزان كبار ديال السيما وكيديروا فيهم الشجيرات وكذا وساد، وديما هو هذاك القط عندهم سدود ديما، ماشي كيتجمع وكيعاود يخرج تاني، لا كيتسد صافي، ولا بحال مبني بالسيما، بحال مبني ببريك وكذا، ولو داكشي غابيشان وكذا، ولكن داكشي مصايب على حقو طريقو، كيبات فيه البيات تما الحساس، راه كيبات حتى للصباح، تيجيو الدراري تاني اللي كيشدوا الخدمه مع الصباح، وراه كيحلوا كيطلعوا هذوك الريدو هذوك البيشان وراه كيخدموا. ولكن القهوه ديما كتبقى هكاك، هذاك التروطوار صافي ولا ملك ديال مول القهوه. عندك مولين القهاوي، مولين الحوانت، مولين الحوانت مشكل. دوك السواري اللي عندهم، هو السواري اللي كيكونوا في سيسان تجاريين، راه السواري باساج ديال الراجلي، بغض النظر على الرصيف. اللي ما كيفهموش بعض الاخوان كيشدوا لك هذوك السواري تحت هذوك السيسان التجاريين، وكيسدوهم بالكرياج ولا كيسدوهم بالطوله، وكيطمعوا حتى في التروطوار. هنا عندنا الاشكال ثاني، قلت لكم كما قلت لكم في مراكش، لدرجه انه شي سيكتورات معروفين هنايا ردوهم سوق صحه. لا اقسم بالله، لا واحد اليومين هادي بندخل هذاك الشارع ديال القنطره، شارع الاحباس، راه معروف مراكش هو اللي محرك، هو اللي كذا. هنايا بالنسبه للمسيره، كاين في المسيره واحد، حي المسيره واحد، اقسم بالله الا داير بالطوموبيل ديالي، الا واحد السيد هو وصاحبه كيبيعوا ويشريوا في هادشي ديال الالكترونيك واقيلا ولا ما عرفتش، المهم بان لي داير شي بيلاط وحط حداه واحد البيسي وشي تليفونات وشي تقربيق وداكشي. اقسم بالله الا كاين جالس داير الطبيله ديالو وجالس قريب الخط ديال الوسط ديال الشانطي، مع العلم ان الشانطي فيها اكثر من 20 متر، اذا داخل الشانطي داخل بواحد 6 ولا 8 متر باش داخل في الشانطي، وحاط طبيله وحاط كراسه وجالس حداه صاحبو كأن شي ما كاينش، عادي ما كاينش عنده مشكل. وزيرني لدرجه انه بندور من حداه بحال هكا باش نطلع للشانطي باش نمشي في حالتي. تزيرت مزيان وتحكيت معاه مزيان لدرجه انه قربت نقيسو، وكنقصو وكنولينا في هضره اخرى وداكشي. ولكن بحال هاد الناس هادو علاش يحطوا تما؟ ماشي تحرير الملك العام ديال القهاوي ولا ديال مولين الحوانت ولا البوطات اللي مخرجين الكرياج ولا كذا. وهذه نقطه بعدا، شتي مول الحانوت الا حرمتوه من القفز ديال البوطات، ما باقيش غادي يبيع البوطات، راه ما يمكنش. هو البوطاغاز غادي يشدهم ويدخلوهم عندهم للحانوت عنده، البوطات نورمالمون خصهم يبقاو برا، لانه كيكونوا منفسين، كيكونوا كيطلقوا كيبيرديو الغاز، ما يمكنش يبقاو عنده في المحل. الا بقاو عنده في المحل غيقتلوه. ولكن انا بحال هذا اللي قلت لكم على شارع الاحباس اللي هنا في مراكش، راه معاناه ديال بصح نيت، كيتسد الشارع. ولكن الاشكال اللي قلت لكم اللي كيتسد فيه، امتى كيتسد من وراء العصر تقريبا، ولا من صلاه العصر، شي من الاذان ديال العصر كيبداو كيحطوا حتى ل 12 الليل، الى نص نهار الاول حتى ل 12 حتى للجوج تقريبا، حتى لثلاثه تقريبا، كيكون الشارع عادي، كالسيركيلاسيون فيه عاديه. مال الحوانت كاينين لداخل بحال هكا، اللي عنده شي حاجه هو هذاك، واللي ما عندوش راه المهم ما كاينش، ما كتلقاش، كتلقى حتى الرصيف خاوي، كتلقى فين تبلاصي بطوموبيلتك، كلشي هو هذاك على اكمل. المهم داكشي زوين. من وراء العصر الشارع ما بقاش صالح للطوموبيلات، ما بقاش صالح للسيركيلاسيون، ولا سوق. وهذا الملك العام، وهذا الشانطي، ماشي التروطوار، ماشي الرصيف. انا كنهضر لك على الشانطي، البلاصه ملي كيدوزو السيارات والموطورات سميتو، قلت لك كيوليو سوق وسط الشارع. شكون اللي كيعطي التراخيص ديال هاد الناس؟ وزعما هاد القايد هذا اللي حداه، راه كاين قياده، كاين مقاطعه حدا الاحباس، وكتشوف هاد الشيء بعينيها. علاش زعما شنو هذاك الشيء؟ وشكون اللي كيصرح لهاد الناس؟ الاشكال هما كيتكرا هذوك البلايص، كيتكراو وكيتشد داكشي غير في النوار، شكون اللي كيكريه الله اعلم.
واضافه اخرى، مول الحانوت اللي كاري واخا كاري بالزبابل ديال الفلوس تا هو وعنده اكراهات وكذا، كيكري لقدامو الرصيف اللي قدامو كيكريه لواحد اخر كيجي كيفرش فيه كيحط فيه حوايج ولا كذا. شكون اللي عطاه الصلاحيه باش يكري الرصيف؟ انا نقطه استفهام كبيره. راه تحرير الملك العام بغيناه وبغينا داكشي يكون زوين ويكون السوق سوق والشارع شارع ومحل ديال تجاري محل تجاري، ماشي داكشي يكون مربج وكيردونا للعصور الوسطى. ولكن الاشكال انا بغيت تحرير الملك العام يكون عام في المغرب كامل، عام، وماشي هذا ولا باك صاحبي ولا هذا من جهتنا ولا هذا ميك عليه ولا سرحوا بعض الشوارع والشوارع الاخرين ميكوا عليهم. انا بغيت هذاك الشيء يكون تحرير الملك العام بصح نيت، قانون يجري على كل شيء، ما كاينش شي واحد خصو يتحدى القانون ولا نميكوا على هذا ونعطيو لهذا ولا نخليو لهذا. لهذا الله يجزيكم بخير، هادشي اللي بنشرح في هذا الفيديو هذا. ومع التذكير، شكون اللي كيعطي تراخيص لهاد الناس ولا شكون اللي كيخليهم هاد الفتره كامله، هذوك هما اللي القهاوي هما اللي المحلات هما اللي كذا المكازات الكبار وكذا هما اللي السيما هما اللي الجليج هما اللي كذا، اللي كيخليهم كيحطوا واحد الفتره من الزمان، وملي كتجي الحمله كتجي هكا. راه هما كتجيو غير حملات. علاش ما يكونش هادشي ديما باش نقطعوا هذيك البزوله؟ ما بقاش شي حاجه سميتها شي واحد غادي يعرف على الملك العام ولا يدير بلاكا ولا يدير بانو ولا يسد. هما واحد السكالسه سيكليستا هما معروفين في المغرب كامل. سيكليس كتلقاه كاري حوينيته فيها 3 متر على 3، مخرج لك الماطر ولي كادر ديال الماطر الكوادر وداك الشيء مخرجهم قدام المحل، ومنزل الاخرين في الشانطي وسير لهيه. هذاك الا بغيت دوز تما خصك تكريسها، خصك تعمر بلا كريس، ما كاينش منين دوز. اذا راه هادشي راه متفشي في جميع القطاعات، ماشي غير القهوه، ماشي غير القهاوي، وماشي غير المحلات التجاريه. راه حتى الحرفيين كيديروا هذا المشكل. النجار كيخرج الطبله برا، حداد سودور كيخرج الطبالي حتى هو وكيخدم برا، لانه ما كاينش فين يخدم في المحل. بعدا سودور ما كاينش فين يخدم في المحل، ونجار ما كاينش فين يخدم في المحل. راه داك المحل دايرو غير بحال غير عنوان ديال انه كاتب فيه نجار ولا باش يعرفوه الناس نجار، ما كيخدم في الزنقه، والزنقه هو الرصيف ديال الراجلي. لا كما قلت لكم، لا السيكليس ولا النجار ولا الحداد. واحد اللي كيبان ليا واحد اللي كيبان ليا خدام لداخل، واحد هو الخياط ولا الحلاق. الحلاق كيدخل لمحلو قدام المرايه وكيحسن عباد الله. الخياط حتى هو كيخيط لداخل. اما من غيره راه ما كاينش شي واحد كيحترم الملك العام. راه كلشي ولد الناس ولا كيخرج السلعه كلشي ديالو برا وكيبيع ويشري برا. المحل كما قلت لكم دايرو غير بلا راه كاين هو تما، هما البيع والشراء ولا الحرفه راه كاينه برا. لهذا الله يجزيكم بخير. انا كنهضر هنا على المسؤولين. هذا الشيء خصو يتحيد من الجذور ديالو، والقانون كما قلت لكم يسري على كل شيء، يجري على كل شيء، لا الحرفيين ولا المقاهي ولا الريستورات ولا كل شيء يكون تحرير الملك العام. اللي عنده شي محيل يلزمو. الله يجزيكم بخير. ولكن نقطة أخرى الله يجزيكم بخير بنشير لها في هذا الفيديو هذا، هو علاش كيجي كما قلت لكم حملات. واش كيبغيو يدوزوا شي لعيبه بهنا؟ واش حنا نبداو نغوتوا على الغلاء وعلى الغلاء ديال المعيشه اللي المغاربه الصراحه تقهروا. اقسم بالله الا تقهرنا، اقسم بالله. اخنوش وفاء بالكلمه ديالو اللي قال لك بيعوا التربيه للمغاربه. راه فعلا انا كنقول ليه من هذا المنبر هذا، كنقول ليه بارك. راه الناس تربات الصراحه، اقسم بالله الا تربات. بارك على عباد الله صاحبي، بارك. صافي الناس تقهرات، الناس راه قريبين يرميو حوايجهم. وزعما تحرير الملك العام دابا غادي يدوخونا عليك انت، غادي يدوخونا على هذا الغلاء هذا.